السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. أهلا بيكم بقناة مطبخي. وصفتنا لهذا اليوم وصفة لكل بيت عراقي يحبها، اللي هي مرقة البامية. أعزائي، إذا أول مرة تشوفون القناة أهلا وسهلا بكم، وأتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصل لكم كل ما هو جديد بالقناة. عندي هنا ضفت نص كيلو من اللحم، وراح أضيف عليه راسين من الثوم. طبعًا أحب أعتمد بالبامية الثوم كلش أكثره، وراح أضيف عليها نص كيلو من البامية، وراح أبدي أقلبه لحين ما تتغير لون البامية. راح تلاحظون حبايبي أني قاعدة أرج الجدرية، لأن التقليب المستمر للبامية راح يمردها. هنا تغير لون البامية راح أضيف ملعقتين كبيرة من المعجون. بعد ما قلبت المعجون راح أضيف عليه المي طماطة، ينطي نكهة وحموضة للبامية، وراح أبدي أعوفه لحدين ما يفور عندي. بعد ما يستوي اللحم راح أضيف ملعقة كبيرة من الملح، وهذا شكلها النهائي. علينا وعليكم بألف عافية. أتمنى تجربون هاي الوصفة وإن شاء الله تعجبكم، وأي سؤال أو استفسار اكتبولي بالتعليقات وإن شاء الله أجاوبكم، وألف عافية.